هاي هاي هاي، عاملين ايه؟ انا هدير. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى فيديو في حياة ام وحامل، وربنا يعينها على اللي هي فيه. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جاي لكم فيديو جديد. فيديو النهارده هيبقى فيديو لفه في الشقه كلها، يعني فيديو النهارده هيبقى فيديو حلو جدا. عايزه اقول لكم ان انا مصوره الفيديو ده بقالي فتره طويله، اصلا بقالي بتاع اسبوعين مثلا كده، ولسه ما منتجتهوش. طيب ليه يا دودي ما منتجتهوش كل ده؟ بصراحه عشان زعلانه، القناه واقعه جامد قوي. وبجد يا جماعه مش عارفه في ايه. بس بقول ممكن عشان احنا اخر السنه، فالفيديوهات مش بتوصل لحد، فمش عارفه. فبتمنى كل اللي بيتفرج عليا كده، لو انتي اول مره تشوفي القناه بتاعتي، تنزلي كده تدوسي اشتراك، وكمان تفعلي زرار الجرس عشان خاطر يوصلك كل حاجه جديده انا بعملها. ولو انتوا اوريدي بتتفرجوا عليا، حطولي لايكات كتير قوي، عشان اللايك ده بيفرق معايا. بجد بيفرق كتير جدا، وبيشجعني ان انا اعمل فيديوز اكتر كده، وابقى متحمسة. انما لما مش بلاقي لايكات كتير، بصراحة خلاص بقفل بقى، مش بحب ان انا اصور فيديوهات. يعني انا من ساعة ما عملت الفيديو ده، ولا منتجته ولا صورت فيديوهات تانية. فعايزة كده تشجيع منكم، علشان خاطر اقدر بقى ان انا اقوم كده واعمل فيديوهات تاني، واصور معاكم تاني. قمت دلوقتي بقى، اول حاجة عملتها قلت كده قبل ما اطلع من اوضتي كده اروق اوضتي. وانا مش قبل ما اطلع من اوضتي يا جماعة، بصراحة هو انا هنا تقريبا كنت شربت حاجة سخنة كده، لان اليومين دول بصراحة الناس كلها تعبانة وانا من ضمنهم. يعني اوقات كده بحس ان انا زوري وجعني وبقعد اكح، بس يعني مش عارفه بصراحه. هل ده بقى دور برد، ولا هو كل شويه تجيلي كده لحظه كده ان انا اقعد اكح كده، واحس ان زوري وجعني. فبحاول على قد ما اقدر ان انا اخد فيتامين سي، وان انا اشرب دايما مشروبات سخنه وحاجات كده يعني. فبحاول على قد ما اقدر ان انا ايه، مسيبش نفسي كده. المهم دلوقتي بقى ايه، قمت عملت السرير، ودلوقتي بقى قلت امسح كده امسح السراحه. طبعا انتوا عارفين السراحه قدام البلكونه على طول، فدايما تتطرب. ما شلتش البرفانات والحاجات دي كلها، ما شلتهمش. انا عملت بس كده من جنبهم يعني كده، وظبطتهم. عايزه اشتري ريشه تانية علشان خاطر اعمل بيها اسمها ايه، عشان اعمل بيها الحاجات دي. كانت حلوة قوي، بس الولاد بصراحة بهدلوها خالص. يعني انا لقيت الريش ده لقيته في كل حتة. المهم قلت بقى، قلت اكنس. بس جالي كومنت غريب قوي بصراحة. جيت كنت على الفيس، وكنت عاملة فيديو هنا صح، صفحتي على الفيس اسمها برضو هدير حمدي، اسمها هدير حمدي يوميات دودي. المهم يا بنات، فكنت عامله فيديو قلت لهم يا جماعه محدش يتكلم على على السجاد السجاد بتاع الاوضه. انا عارفه ان هو مش حلو، بس انا حاطاه كده مؤقتا، وقبل ما ايه ما اجيب سجاد يعني للاوضه وكده. هي تقريبا ما تعرفنيش، ما تعرفش ان انا آه عندي شقتين، فاخده حاجات من هنا حطاها هنا، واخده حاجات من هنا حطاها هنا كده يعني. المهم، وفي حاجات طبعا جايباها جديده هنا، وفي حاجات جايباها جديده هنا كده يعني. المهم ايه، فانا بقول لهم يا جماعه محدش يتكلم على السجاد بتاع اوضه النوم. انا عارفه ان هو مش احسن حاجه، وان شاء الله باذن الله يعني ايه ربنا يسهل وهشتري يعني سجاد تاني. بس كان الديودرنت وقع تحت البتاعه دي، الكومود. طلعته كده لبره وما قدرتش اوطي اجيبه، قلت لما حد من العيال يجي. المهم اكمل لكم بقى. انا بقول لهم يا جماعه انا عارفه ان السجاد مش حلو، وان شاء الله ربنا يسهل وهجيب سجاد يعني للاوضه وكده، بس ده انا حاطاه مؤقتا. تمام. لقيت واحده دخلت تكتب لي ايه في الكومنتات: على فكره سجاد اوضه النوم بتاعك وحش قوي. انا قلت لها طب ما انا عارفه. طب انتي استفدتي ايه دلوقتي؟ يعني استفدتي ايه من الكلمتين اللي انتي قلتيهم؟ طب ما انا قلت يا جماعه، طب ما انا قلت ان انا متضايقه علشان خاطر سجاد اوضه النوم عندي مش احسن حاجه، وان انا متضايقه عشان كده، وان انا ان شاء الله ربنا يسهل وواحده واحده،
وهجيب بتاع ده تاني، وهجيب سجاد تاني. طب انتي في ايه بقى؟ بجد مالك؟ فمش عارفه بصراحه يا جماعه، كومنتات غريبه قوي بصراحه. ما انا قايله، انا بنفسي قايله. في ناس كده بتبقى، والله يا جماعه في ناس بتترشق في الكومنتات علشان خاطر تحرق دم الناس، او ان هي مثلا يعني انتي حاجه مضايقاكي، طب والله لا هضايقك اكتر. بس انا ما اتضايقتش على فكره، يعني انا عادي والله. بس انتي ليه اصلا تعملي كده؟ ليه ان انتي تقولي مثلا كلمه زي دي، او ان انتي كده؟ طب إيه بدل ما تقولي كده، ادعي مثلا، قولي ربنا يرزقكم ان شاء الله وتجيبي في اقرب وقت، ربنا يسهل الحال وان شاء الله ربنا هيكرم وهتجيبي احسن من ده. يعني اي كلمه، اي دعوه، اي حاجه من دي. انما ليه انتي تحرقي دم الواحد، او ان انتي تقولي كلمة مش احسن حاجة او كده؟ ليه؟ استفدتي ايه انتي بقى كده غير كسر الخواطر؟ بس انا بصراحة خاطري ما اتكسرش ولا حاجة. انا زي التسطيفال كده بالظبط. المهم طلعت بقى على الريسبشن كده بره. قلت بقى اعمل الليفنج هنا. عملت اول حاجة السفرة، مسحتها، كانت متطربة كده حبتين حبتين 3. رحت مسحاهم بقى ومظبطاهم. هنا عماله بصوا مش قادره اوصف لكم، يعني عماله بعمل المكنسه، اللي هو بحاول على قد ما اقدر ان انا اثبتها. المهم عايزه اقول لكم، بصوا انا منتجه الفيديو ده بقى له اسبوعين اهو. تعالوا، يعني الشقه جميله ونظيفه وكانت كده. تعالوا دلوقتي شوفوا منظر الشقه. طلعت بقى الهدوم الشتوي بتاعتي انا وجوزي، وبحاول على قد ما اقدر لان انا الفتره دي طبعا تعبانه جدا خلاص بقى. فتقريبا دخلت في الربع الاخير كده، ابتديت ان انا ادخل فيه في الحمل. ف التلت الاخير هما 3 اجزاء. دخلت كده في التلت الاخير. فبحاول على قد ما اقدر ان انا كل يوم الم حاجة، او كل يوم ان انا اعمل حاجة، كل يوم اشيل حاجة. فبحاول على قد ما اقدر ان انا انجز. بس بجد الدنيا مش عايزة تخلص. حاسة الدنيا كلها هدوم بجد والله يا جماعة. حاسة عبال ما اخلص الهدوم هكون انا خلصت معاها. الحمد لله انا خلصت، يعتبر خلصت هدوم جوزي. ما شلتهمش يعني، حطيت السيفي في شنط كده، سايباه برضو في الاوضه علشان خاطر مش هقدر اشيل المرتبه. مستنيه بقى جوزي يبقى معايا علشان خاطر يشيل لي هو المرتبه ويحطهم. بس قلت لما اخلص بقى هدومي وهدومه بالمره. فلسه هدومي انا لسه ما عملتهاش بقى، في بقى شنط قد كده عماله بقى بحاول ان انا اطلع ده واشيل ده واعمل ده. بجد ربنا معايا. فحاسه ان انا بعد ما هخلص الهدوم مش هقدر ان انا اعمل اي حاجه في البيت. كنت عايزه اغسل الركنه بصراحه، عايزه تتغسل، عايزه تتعمل بالمنظف ده. مش قادره ان انا اعملها. فقلت يعني ان شاء الله لما ابقى كويسه بقى ابقى اعملها وكده. مش عايزه اجي على نفسي، لان انا فعلا لما باجي على نفسي انا بتعب جدا. وانا حاسه اصلا اليومين دول في بجد في تعب، ومش عارفه يعني اللي هو كل ساعه بحال. بس فعلا في تعب، فانا مش عايزه ان انا اجي على نفسي زياده علشان خاطر ما تعبش اكتر. بحاول على قد ما اقدر بقى ان انا واحده واحده. حتى الهدوم قلت مش لازم، عادي يعني، خلاص هو كده كده هيتشالوا، يعني اخدوا يوم اخدوا اسبوع ان شاء الله ان شاء الله، يعني هيتشالوا مش هياخدوا وقت باذن الله. المهم طلعت هنا بقى دخلت الانترين كده كده كنت عاملاه وكنت كنساه اصلا، وكنت مسحاه ومظبطاه، يعني ما كانش فيه اصلا حاجه. ف قلت اعمله كده برضو امشي كده عليه بالمكنسه اللي بالكهرباء عشان خاطر بقى ما ياخدش معايا ان شاء الله باذن الله وقت. عشان خاطر كمان يعني بحس ان الواحد لما يلف كده بالمكنسه في الشقه كلها كده مع بعض الموضوع بيبقى حلو. قررت يا جماعه ان انا اخد القطعه اللي تحت دي المكسوره دي. قلت ان شاء الله هروح
هشوف اي حد بتاع قطع غيار بتاع المكانس دي وهشتري واحدة خلاص. انا ما عنديش حل تاني. انا لو اعرف حتى التوكيل بتاع توشيبا اللي هو هنا في اكتوبر اروح اجيب من عنده، بس انا للاسف مش عارفة. وبتاع اسكندرية صدقوا عارفاه تقريبا، في عندي في اسكندرية توكيل توشيبا، مش عارفة اختي كانت قايله لي عليه، بس مش عارفة توكيل توشيبا ولا توكيل حاجة تانية. فلو ما لقيتش هنا في القاهرة لما اروح اسكندرية ان شاء الله هبقى اشوفه يعني. المهم هنا بقى قلت ايه ادخل بقى على المطبخ كمان عشان تبقى الدنيا عندي كلها كده رايقة، ويبقى ما عنديش، يبقى كده ما ورايش اي حاجة في اليوم ده. اللي يشوف شكل الشقة هنا ما يشوفهاش دلوقتي والله يا جماعة. انا عايزة شكل الشقة دي دلوقتي حالا. وده يا جماعة دليل على اننا سوري، ده دليل يا جماعة على ان شقتنا مش بتبقى 24 ساعة مسطرة، بالذات في وجود اطفال. يعني الدنيا دايما مش بتبقى احسن حاجة. ملكوش دعوة يا جماعة بالناس اللي بتبين قد ايه هي مثالية على الفيس وعلى التيك توك وعلى اليوتيوب. احنا يا جماعة مش مثاليين يا جماعة، احنا ناس طبيعية، احنا ناس عادية، احنا يوم كده ويوم كده، يوم شقتنا نظيفة وزي الفل وما وراناش اي حاجة، ويوم شقتنا بتبقى مكركبة، وبالذات في وجود اطفال يعني، فده طبيعي. ومراحل مختلفة يعني اللي هو في بقى مذاكرة، في هوموركات، في أطفال صغننة خالص، في حضانة، في كده. فطبيعي يا جماعة الدنيا برضو مش دايما وردي ومش دايما وحشة، فالحمد لله على كل شيء. المهم دخلت بقى على المطبخ، كان في شوية مواعين كده كانت عايزة تتشال، كانت مغسولة. شلتها كده كلها مكانها، وقلت بقى ايه ابتدي ان انا اعمل الرخامات كده. اللي متابعني على التيك توك هيشوف الفيديو ده، كنت منزلاه من اسبوعين الرخامة دي وانا بعملها. كنت بعمل الرخامة دي ومنزلاها على التيك توك، تقريبا منزلاها على الفيس كمان. المهم مش عارفة ليه بحب قوي اعمل الرخامات والكلام ده بالصابون، بحس ان انا مرتاحة كده. جبت كمان جايبة الليف ده لونه جراي كده، قلت دوت يبقى ده احدده للرخامات بس. والحوض من فوق، الحوض من تحت بقى او الحوض من جوه وكده بعمله بالفرشة بتاعت الفرشة اللي انا بعمل بيها الحوض، يعني فرشة مخصصة للحوض. عايزة والله اشتري واحدة جديدة عشان دي خلاص بتقولي ارحميني وارميني، عشان خاطر انا خلاص كده. بس حاضر ان شاء الله اجيب واحدة. المهم عملت بقى الرخامتين دول، وقلت بقى كان في حاجات بسيطة كده في الحوض، قلت بدل ما انا سايباها كده انا اغسلها كده وانا واقفة. يعني مش حاجات كتير، هم دول بس. انا كده اصلا كنت حاطة حاجات في غسالة الاطباق وبغسلها، فدول لقيتهم تقريبا كانوا جوه، فقلت اخدهم بالمرة اعملهم كده وانا واقفة، مش هياخدوا معايا وقت. لو وصلتي لحد هنا وما حطيتليش لايك، بتمنى طبعا ان انتي تحطي لي لايك، ما تبخليش عليا بالله عليكي، حطي لي لايك علشان خاطر انا محتاجة اللايك ده. والله اللايك ما باخد عليه فلوس، لو باخد عليه فلوس هقولك، بس انا فعلا اللايك ده بيشجعني قوي قوي ان انا اقوم اعمل فيديوهات كتير وكده. فانا عايزاكي تحطي لي لايكات كتير كده للفيديو. المهم قلت اعمل الرخامة دي كمان، كانت محتاجة ان هي زي ما انتوا شايفين كده، محتاجة ان هي تتعمل، كان واقع عليها كركديه. فهنا بقى محتاجة تتعمل برضو بالصابون وكده، فقلت برضو اعملها. بحب يبقى فيه دايما اي حاجة تتشرب في التلاجة، معرفش ليه، يعني دايما كده احب يبقى فيه مثلا اي عصير اي حاجة، عشان انا جوزي دايما على طول يجي من بره، مثلا لو واكل بره او واكل قبل ما ينزل او كده يقولي لا انا عايزه اشرب حاجه، فلازم ان انا ابقى عامله عصير، ابقى عامله اي حاجه. عشان بحب اديله يعني الحاجات دي، هو بيحب العصاير وكده، فبحب ان انا دايما يبقى عندي حاجات كده في التلاجة. حتى لو مش عامله عصاير، ممكن حتى لو مش في
مش في رمضان ممكن تلاقوني عملت خروب، ممكن تلاقوني عملت كركديه تمر، اي حاجه من دي. يعني لو مفيش العصاير بتاعه لو مفيش عصاير بحب بقى اعمل عصير جوافه مثلا، عصير مانجا، الحاجات دي كده بتبقى حلوه في البيت. دخلت بقى هنا في مرحله البوتاجاز، كان متبهدل كده زي ما انتوا شايفين. قلت بقى ايه، قلت اجي امسحه كده، بس حسيت ان لا، انا عايزه اشيل العيون، اعمل من تحتيها. كان بقالي فتره كده ما شلتش العيون دي وعملت من تحتيها، بس قلت الم الفرفته اللي موجوده دي كده. مش عارفه الفرفته دي اكيد من العيش اللي بيتسخن ده، اللي مليان رده. مش عارفه ليه بتملوه رده كده هنا في القاهره. رحت شايله كده زي ما انتوا شايفين، شلت العيون، قلت اعمل من تحتيها. هي تحتيها مش متبهدل قوي يعني، مش زي ما انا كنت متخيله. انا كنت متخيله ان هو هيكون متبهدل اكتر من كده، لان انا بقالي فتره ما عملتهوش. فلقيته الحمد لله يعني الى حد ما كويس الى حد ما. فرحت ماسكه بقى السلك والليفه كده وقلت بقى اعمله كده. معلش يا جماعه لو صوت نفسي بيضايقكم ما تزعلوش مني، ان شاء الله فتره وهتعدي وهرجع زي الاول يعني. ان شاء الله خير. المهم بقى يا جماعه، طلع في دماغي بجد عايزه اسافر. عايزه اسافر بجد باي شكل. مش عارفه يعني مش عارفه عايزه اروح فين. هو انا من سوري بصراحه نفسي قوي ان انا اروح دبي لسبب معين، يعني مش ان انا اروح دبي كده، لا. يعني في ايفنت معين نفسي بجد اروحه. انا جات لي مره واحده بس دعوه منه، مره واحده بس في عمري كله. وللاسف ما روحتش. ما يعني انا جوزي عمره في حياته ما يرضى يخليني ان انا اسافر لوحدي، فللاسف ما عرفتش ان انا ما روحتش. بس بجد نفسي يجيلي نفسي يجيلي تاني. فيمكن المرة دي احاول اقنعه، يعني يمكن ساعة لما جالي، هو جالي من كام سنة كده. الدعوة دي جاتلي من كام سنة. فبجد يا جماعة يعني اللي هو ايه، كنت برضو صغيرة وكده، وما كنتش يمكن ما كانش عندي طريقة للإقناع. دلوقتي الحمد لله كبرت وبرضو ما عنديش طريقة. فبجد يا جماعة انا نفسي قوي نفسي اسافر. بس انا مش عارفة بصراحة الايفنت ده. انا كنت الاول كنت متابعة، دلوقتي عشان خاطر عارفة ان انا خلاص مش هروح فما بقتش متابعة. بس عندي امل ان انا في يوم من الايام هروح الايفنت ده. فادعولي يا جماعة، ادعولي. هو حاجة تبع اليوتيوب، فبجد انا نفسي ان انا اروحها قوي. فبتمنى ان ربنا يكرم وان انا في يوم من الايام اروح المكان ده. فعايزه اقول لكم اصلا ان انا لما جاتلي قبل كده الدعوه انا كنت طايره من الفرحه، كنت طايره بجد ايام بقى القناه القديمه. وكنت اياميها كمان كنت بقى القناه بتاعتي كبيره، وكان فيديوهاتي بتجيب مشاهدات كتير والكلام ده كله. فعشان كده طبعا بعتولي الدعوه دي، لان هم بيبعتوا الدعوة لناس معينة، مش بيبعتوا لأي حد. فان شاء الله باذن الله يعني بتمنى ان انا في يوم من الايام تجيلي الدعوة دي واروح الايفنت ده بجد. نفسي قوي والله يا جماعة. فاليومين دول بقى طالع في دماغي ان انا عايزه اسافر فين. اللي هو مش عارفه، يعني مش عارفه اسافر فين واسيب العيال دي لمين واعمل ايه. بصراحه مش عارفه، بس يلا يا جماعه، هي الاحلام بفلوس، خلينا نحلم. هنا بقى خلصت الحمد لله البوتاجاز، وقلت بقى اعمل الحوض كده زي ما انتوا شايفين. كان محتاج ان هو يتعمل، ما كانش فيه يعني حاجات كتير كده، والدنيا كانت فاضية. انا بحب بصراحة ان الدنيا تبقى فاضية كده، بحس براحة جدا. وعملت كمان الحتة اللي من ورا الحوض دي بتبقى فيها مية، واللي هي مكان بتاع الليف وكده، عملته علشان خاطر تبقى الدنيا ما تبقاش مكركبة يعني. وعشان الليف ده ممكن ساعات مثلا بينزل صابون، بينزل ميه. انا بحاول على قد ما اقدر ان انا بعد ما اخلص اي مواعين، بعد ما اخلص اي حاجة،
بحب دايما ان انا اغسل الليفه واغسل الفوط والحاجات دي كلها، والفوط دي ممكن كل يومين ولا حاجه، اقوم حاطه لما كل الفوط كده اللي بمسح بيها، فوط المطبخ، التراب، اي فوط كده ببقى بعمل بيها، اقوم حطاهم كلهم كده في غسله واحده، وحاطه معاهم معقم. نفسي راح. حاطه معاهم معقم، وحاطه معاهم البتاع ده كلور وبرسيل، واحطهم مع بعض كده، واقوم عاملاهم مديهم كلهم غسله كده، واقوم نشراهم كمان، فده بيحافظ لي طبعا على الفوط. هنا كنست المطبخ، وقلت بقى اديله مسحه كده بالكلور والمعقم برضو والجنرال. ف انا خلاص انا بهني الحمد لله ان انا خلاص قربت اخلص. المهم حاطه بقى الجردل معايا هنا، وحاطه له كمان ميه سخنه علشان خاطر اعمل البتاع ده، علشان خاطر لو في اي حاجه في الارض او كده تطلع. انا السجاده بتاعه المطبخ كنت منزلها الدراي كلين، فدلوقتي بقى هفرشها خلاص. انا خدتها وقلت افرشها بقى بالمره. بس يا جماعه يعتبر كده انا خلصت خلاص. هفرش البتاع ده، هفرش السجاده، وهولع بخور في المطبخ، عشان خاطر انا بحب بصراحه بعد ما اخلص، مش المطبخ بس، بعد ما اخلص اي حاجه احب اولع بخور، احب ارش معطر، بحب الريحه الحلوه في المكان، معرفش ليه يعني، برتاح قوي لما ببقى شامه ريحه حلوه كده في بيتي، فبحس براحه كده. بس كده يا جماعة، ده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا حتى لو بحاجة بسيطة. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراك في القناة، وتفعلوا زرار الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل حاجة جديدة انا بعملها. وما تنسوش يا جماعة بالله عليكم حطولي لايكات كتير قوي، انا بحب اللايكات جدا جدا جدا. وما تزعلوش مني لو صوتي هنك في الاخر كده ونفسي راح، بالله عليكم يا بنات ما تزعلوش مني، ان شاء الله اللي جاي احلى. باي باي، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي.